انت عارفه ان الموظفين اللي بره لو عرفوا ان انت مرات ابويا مفيش حد فيهم هيصدق. عشان فرق السن طبعا، يعني مفهوم. لا مش مفهوم بالنسبه لي خالص، بس برضو يعني مش هعرف اعترض، كل حد حر. انا كمان ما كانش مفهوم بالنسبه لي لما ابراهيم عرض عليا الجواز. هو قال لك احنا اتقابلنا ازاي؟ قال لي في النادي او في ملعب التنس او مش عارفه المهم. لا مش قصدي المكان يعني. احنا كنا اصحاب قوي، قريبين وكويسين جدا يعني. انا صراحه ما كنتش بفكر في الارتباط خالص يعني، خصوصا بعد فشلي في جوازتي الاولانيه. طبعا فلقيتي عريس لقطه. بالعكس، انا رفضت واهلي كمان رفضوا يعني. انا ما اظنش انت عارفه انا اتطلقت ليه. مش عايزه اعرف، مش مهتمه خالص. طليقي سابني لاني ما بخلفش. هو من حقه يعني يكون له اولاد فانا رضيت بنصيبي يعني. شيرين، اللي انا عايزه اقوله لك اني فعلا ما كنتش بفكر في الارتباط لا من ابراهيم ولا من غيره. انا ما كنتش عايزه حاجه، انا تمام يعني. ولولا اصرار ابراهيم وانه حبيبي فعلا شخص جميل، انا مش عايزه يعني، مش عايزه افكر في ده ولا ورافضاه تماما. ولو خايفه يعني ان انا اجيب لكم اولاد يشاركوكوا في الورث فاطمني، ده مش هيحصل. الصراحه ده كان جزء، بس انا مش عاجبني اللي بيحصل ده كله. ولو كنت مكانك انا كنت هفضل مصره على الرفض. يمكن عشان انتي مش في مكاني فبتقولي كده. عموما يا شيرين، انا جايه هنا النهارده لاني مش حابه يكون في ما بيني وما بينك سوء تفاهم. وانا مش عايزه اكذب عليكي، انا مش هعرف اقتنع باللي بيحصل ده. سوري، انا اسفه. هو ابراهيم قال لي انك هتقولي كده، بس انا كان لازم احاول. باباكي شجاع يا شيرين، اشجع مني ومنك ومن ناس كتير قوي حوالينا نعرفهم، لانه بيعمل اللي هو عايزه من غير ما يعمل حساب لحد طول ما هو ما بيغلطش. صدقيني مش هتندمي لو علمتي ولادك يطلعوا زي جدهم. عن اذنك. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.